السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يبقى بخير. أنا طبعا راجل زملكاوي، لكن أنا من الزملكاوية اللي لما بيشوفوا حاجة حلوة لازم يقولها، ولما يشوفوا حاجة عك بينتقد فيها سواء كانت للزمالك أو غير الزمالك. وفيديوهاتي دليل على كده، يعني لو رجعت شوية كده هتلاقي أنا من الزملكاوية اللي بينتقدوا كل التصرفات الغلط جوه نادي الزمالك، بس برضو بينتقد أي تصرف غلط بره نادي الزمالك. واكيد هيبقى عند النادي الاهلي للمنافسه طبعا. مبروك للنادي الاهلي الصعود لنص النهائي ومقابله ريال مدريد، صعود تاريخي مقرر للنادي الاهلي. وتملي بقول انا باجي في الوقت ده وهتلاقي ليا فيديوهات في اوقات كاس العالم للانديه للنادي لوقت النادي الاهلي لما بيلعب وبيصعد للنهائي، وبطلع ابارك، لان انا لما بشوف حاجه حلوه بصراحه حاجه حلوه. النادي الاهلي رايح بانفيتيشن، بدعوه، مش رايح ممثل القاره الافريقيه، لكنه وصل النهائي، على عكس الوداد المغربي اللي خرج بضربات الجزاء، لكن ما وصلش للنص النهائي. اللي وصل النادي الاهلي اللي رايح بدعوه. ليه؟ النادي الاهلي متمرس يا جماعه في بطوله افريقيا، متمرس في كاس العالم للانديه. اللعيبه والنادي بياخدوا الحاجات دي على محمل الجد. البطوله الافريقيه بالنسبه لهم هي يعني زي ما بيقولوا كده خناقه ومعركه، ولازم اخدها. بطوله كاس العالم للانديه دي بيطلعها عشان لازم اخد بطوله افريقيا، هو يعني زي ما بيقولوا كده ايه، انا متمرس، انا ما بسيبش ده. لذلك الزمالك كان اعلى منه في الدوري السنتين اللي فاتوا والكاس. للحاله الشديده اللي وصل لها، لعب في كذا بطوله، الزمالك كان اعلى، كان موفق عنهم في بطوله الدوري، فقدرنا نحسم بطوله الدوري السنتين اللي فاتوا. في نغمه دايره بقى بتقول ان شاء الله ربنا يكرم ويحصل ده. انا مش شايف انه ده هيحصل السنه دي. النادي الاهلي هيرجع مضغوط، هيلعب ماتشات كل 3 ايام تقريبا، لكن النادي الاهلي السنه دي، وده اللي عمله كابتن الخطيب. عمل ايه كابتن الخطيب السنه دي؟ دعم بلعيبه زياده، ما استغناش عن لعيبه موجوده، لا، ده دعم بلعيبه زياده ولعيبه تقيله، وجاب صفقات تقيله. عشان ايه؟ بيزود عدد اللعيبه. ليه؟ عشان يبقى عنده بكل بساطه اول ما يرجع للدوري يقدر يلعب بلعيبه ما انهكتش في كاس العالم للانديه. خدت شوط، ما خدتش خالص، لكن تقدر تكسب في بطوله الدوري. ده اللي عمله الخطيب، وده اللي هنشوف نتيجته في الفتره اللي جايه. ده اللي هنشوف نتيجته في الفتره الجايه. ففكره الحاجات اللي طالعه ان النادي الاهلي احتمال يقع، انا مش شايفها بصراحه من اللي داير حوالينا. ثانيا والاهم، قبل ما انت تفكر في وقوع الخصم فكر في نفسك. انا نفسي جمهور الزمالك نفسه يبتدي يفكر في نفسه، يفكر في النادي، يفكر في الفريق، يفكر في الاداره، ويضغط عليها ان هي تستقر وتهدى وتبطل ظهور تلفزيوني واعلامي، وتبطل مشاكل مع الناس، وتدعم فريقها من غير ما تظهر في الاعلام، وتدعم لاعيبتها من غير ما تظهر في الاعلام، ومش مع اي اخفاق الاقيه موجود في الاعلام، وحتى لو في اخفاقات ما تظهرش برضه في الاعلام. هو ده اللي نفسي من جمهور الزمالك يعمله. ان انت عايز تساند مجلس الاداره، سنده، بس تسنده وتدعمه وتوقفه عن الغلط، مش تسنده وقت الغلط. يعني الواحد شاف، يعني انا مش عايز اقعد اعيد الحاجات اللي فاتت والسقطات اللي حصلت من مجلس الاداره. احنا في الاخر خلاص، احنا ولاد النهارده كده. وانا اول واحد يعني بيبقى ضد مجلس الاداره في اي حاجه غلط، وهو ما شاء الله الغلط كان اخر 10 ايام فاتوا دول كان كله غلط، مفيش حاجه صح. حتى التاخير في القيد اتاخر قوي. ان انت تأيد اللعيبه، كان عندك لعيبه، يعني بالحاج الوحيد اللي جه في اخر يوم، لكن كان عندك اللاعبين التانيين ما تروح تحطهم على السيستم من بدري وتدفع فلوسك من بدري. يعني روح اعرف انت عندك مشاكل ايه مع اتحاد الكوره، ما تسيبش لاخر يوم، لان في الاخر انت اللي عندك المشكله. اتحاد الكوره برنس، وقفلك القيد، ما وقفلكش القيد، هو عليه عتاب، هو بيتلكك، هو في الاخر انت اللي مضر. واللي مضر واللي بيتضر دايما هو اللي بيجري على مصلحته. اول ما تحس بالضرر بتجري على مصلحتك، لكن للاسف احنا ما بنجريش على مصلحتنا، احنا بنجري ورا انك تبين ازاي ان انت مضرور، وتبين ازاي ان الناس ضد مرتضى منصور والزمالك. لكن في حين ان انت لو اتحركت بدري وعرفت مشاكلك فين، كان زمانك حلتها ووفرت الفلوس. وفرت الفلوس. فيا ريت نركز الفتره الجايه على احنا ازاي نحل مشاكلنا اكتر ما نستنى اخفاقات من الخصم، لان احنا داخلين على بطوله افريقيا. وانا راجل زملكاوي
وبقالنا من سنه 2002 على ما اتذكر الزمالك لم يحصل على بطوله افريقيا. يعني حتى نظره الكاس العالم للانديه دي مش هتيجي غير لما تاخد بطوله افريقيا، وبطوله افريقيا مش هتيجي غير لما تستقر محليا، وانت ولا قادر تستقل محليا ولا فنيا ولا اداريا ولا اي حاجه. وعدم الاستقرار ده بينبع من شخص واحد. الاستقرار الكيان كله بيستقر من استقرار شخص واحد، وهو مين؟ رئيس النادي. زي ما حاصل قدام نادي الاهلي دلوقتي، هو رئيس النادي اللي مستقر، عنده غلطات وعنده مساوئ وعنده مميزات وعنده زي ما عنده، لكن مستقر وساكت ومتداري وقافل. هو ده الاستقرار يا جماعه. لو انت غلط او صح، بس طول ما هو في استقرار هتبقى السفينه ماشيه. يعني الناس عم تقول لك الاهلي عنده مشاكل كتير قوي. مفيش حد ما عندوش مشاكل كتير قوي. مفيش حد ما عندوش مشاكل كتير قوي. مفيش حد ما بيأخرش فلوس. كل الانديه بتأخر فلوس لان في مشاكل في مصر عامه. بس الشاطر اللي يمشي بالسفينه للاخر من غير ما يبقى بيطلع يشتم ويزعق ويعمل ويساوي ويهاجم ده ويهاجم ده ويقول لك بيحاربوني ما هو انت اخر حاجه عايز اقولها، انت لازم تتحارب طول ما لسانك طويل على الناس. يعني حضرتك عايز تطلع كل يوم بالليل، اي حد يطلع كل يوم بالليل يشتم فلان وعلان وترتان وبعد كده يقول لك انا بتحارب؟ ما هو طبيعي حضرتك لازم ترتان وعلان وفلان ويتجمعوا عليك ويحاربوك. وفي الاخر طول ما حضرتك مش ماشي لوحدك، حضرتك في ظهرك ناس مسؤول، انت مسؤول عليهم، كله هيتضر من وراك. وحضرتك تبين المأساة على نادي الزمالك، لا هي مش على نادي الزمالك، هي على حضرتك. مشكلة عند حضرتك. اتمنى انك تهدى بعد ما تدفع الفلوس بكرة والنهاردة، واتمنى ان المنظومة الاعلامية في الزمالك تغير وجهة نظرها، والكلام الخايب عن يعني زي تكسير المقاديف، زي ما ده اسمه تكسير مقاديف. لما تطلع في قناة زي بحجم الزمالك يبقى في لعيبه كبيره موجوده وبتحلل فني وتقول لك اصل النادي الاهلي بيلاعب مركز شباب، اصل النادي، انت مالك؟ ما تخليك في نفسك. ما انت كنت بتلاعب اسوان والبلديه والمحله مع احترامي للناس، مع احترامي للناس، وما كنتش بتكسب وبتتغلب وبتتعثر. فعيب، عيب عيب ان انت مش مركز مع فرقتك ومركز مع الاخرين. عيب قوي. ركز في حالك، ادفع لعيبتك، اعمل برنامج للعيبتك وبسهم وحسهم، ومالكش دعوه بحد. الله يكرمك، خلي السفينه تمشي عشان احنا زهقنا. السلام عليكم.